الحرية لأمي. الحرية لأمي ده هاشتاج موجود على الانترنت، موجود بقاله 5 شهور تقريبا. الهاشتاج ده مش كتير بيكتب عليه، بس الحقيقة هو تقريبا واحد بس اللي بيكتب على الهاشتاج ده. الحرية لأمي هي قضية أم، قضية واحدة ست معتقلة في السجن، قضية شاب مفيش في حالته حاجة يعملها لوالدته عشان ينقذها من اللي هي فيه غير إن هو يقول الحرية لأمي. حد خلاص مفيش في إيده حاجة تانية غير هاشتاج واحد. قضية الحاجة وداد كمان. القضية دي احنا ابتدينا فعليا على الانترنت نسمع عنها رغم إن هي بقالها 5 شهور، لكن للأسف ما ابتديناش نسمع عنها غير من يومين. امبارح النشطة مهنور المصري كتبت في إطار كتابتها عن ذكرياتها في المعتقل، كتبت عن الحاجة وداد. كتبت بوست مهم جدا ومع صورة أهم. مهنور كتبت عن الحاجة وداد دي طنط وداد. لما رحت سجن الإعدادية كنت أنا الوحيدة السياسية وبعدها بأسبوع لقيتهم بيقولوا لي في واحدة تانية كده. قالوا لي إنها ست كبيرة، لقيتها طنط وداد. طنط وداد ست كبيرة عندها 55 سنة، بتمشي بالراحة وبسبب السجن بقت بتمشي بالكاس. واكتشفت إن هي اتقبض عليها يوم 16 مايو من بيتها على أساس إنها كانت في مظاهرة، وطلب من نوعية الانتماء لجماعة محظورة، وكل طلب من أحمد في طنط معاها جوز بنتها اللي كان جاي يزورهم بالصدفة من القاهرة. النهارده قالت لرئيس النيابة إن عايزة تروح بس تعيد مع الولد ومع أحفادها. أنا جمعت عشان أخيرا جابت جوز بنتها اللي بتجدد له من يوم ما اتحبس برضه وهو في السجن. مش عارفة حد زي طنط وداد اللي بتمشي بالكاس ممكن يبقى خطر ازاي. طنط وداد من ضمن معتقلات كتير لسه موجودين جنب آلاف المعتقلين. بعد ما رئيس النيابة شافها وساب دموعها وطلبها الوحيد برضه اتدخل استشاري. حاجة وداد كمان طنط وداد معتقلة من مايو 16 مايو اللي فات ده 5 شهور تقريبا. تهمتها الناس اللي احنا حافظينها وخلاص عارفينها. حاجة دي عندها 55 سنة وبتكلموها إن هي هتعتقل. 55 سنة بعيد عن السياسة وبعيد عن أي حاجة في الدنيا. حاجة وداد طنط وداد هي أمي، هي أمي، هي أم عثمان باشا. عثمان ابن حاجة وداد الوحيد اللي بيكتب في هاشتاج الحرية ده. عثمان مفيش حاجة في إيده يعملها غير إن هو يكتب. أول بوست وأول حاجة شفناها عن قضية الحاجة وداد على الإنترنت كان صورة وبوست صغير نشر عثمان يوم 16 مايو اللي فات، 16/5 اللي فات. عثمان كتب وهو نشر صورة للشقة مقلوبة: حسبنا الله ونعم الوكيل، تم إقامة اقتحام منزلنا وسرقة واعتقال أمي وأختي وزوج أختي وتركوا أولاد أختي الأطفال عند الجيران وأخذوا السيارة. الله المنتقم. ده أول بوست شفناه عن قضية الحاجة وداد وعن قضية اعتقال الحاجة وداد كمان. صورة لبيت محمود رأس العقد وبوست لعثمان بشري. مع الوقت بدأنا نشوف بوستات قليلة جدا عن الحاجة وداد. شفنا بوست ميرا مصطفى مع أول زيارة زاروها للحاجة وداد. ميرا هي بنت أخت الحاجة وداد. كتبت يوم امبارح اتبسطت قوي إن أنا شفت بنت خالتها. استجدت من أكتر وثبات. حسيت إني كنت محتاجة قوي اللحظات القليلة اللي قعدتها معاها. فرحت قوي إن خلتها تكلم عثمان. دي كانت المكالمة الوحيدة اللي عثمان قدر يسمع فيها صوت أمه وهي في السجن وهي في المعتقل. المرة الوحيدة وميرا لما كانت بتزور خالتها. ميرا بتحكي وبتقول شفت في عينها دموع وفرحة إنها أخيرا سمعت صوت وطمنت عليها. قالت له أنا راضي عنك. قلبي وربي راضيين عنك. قالت له اسمك. حسيتها فخورة منها وفرحانة إن أنا حواليها. قالت لي اثبتوا في الشوارع. قالت لي اثبتوا في الشوارع. حكيت لي إنهم بيناموا على الأرض ومفيش مكان غير زيادة. صعبت عليا جدا لأنها مش بتعرف تنام على الأرض. الحمد لله 55 سنة ما تعرف تنام. قالت لي نفسي أشوف البحر قبل رمضان اللي فات. قالت لي أنا نفسي أشوف البحر قبل رمضان. بتقول في الآخر جالها ربنا في التأثير وصارت تطبع هي كلمة الحاجة وداد 55 سنة. كان نفسها من قبل رمضان اللي فات تشوف البحر. كان
بيكلم أمي. أول مرة من 30 يوم من اعتقادي أسمع صوت أمي. صوت مليان ثبات وإباء في الجبال. عثمان بيتكلم عن أمي الناطقة. أمي بتقول لي ابنك يا عثمان وخليك ثابت. أمي هي اللي بتقول لي ابنك يا عثمان وخليك ثابت. بحيث إنها راضية عني. مفيش أحسن من كده في الدنيا. حد عايز أحسن من كده في الدنيا؟ عثمان ساعتها قال ده يعني هي عندها على الناس. لما تبقى قاعد تقرا على النت إن أنت تقرا كلام أمي عشان عندها عندها تبعد عن السياسة. أنت السياسة أصلا. أنت كل حاجة. حط نفسك مكان عثمان. أمك معتقلة تقولي الناس بس تقرا عشان عندها عرض بكرة على النت. أنت بتطلع ربنا عليك. وهنا كان أول ظهور هاشتاج الحرية لأمي. الحرية لأمي هاشتاج بدأ عثمان مش عشان أمه وأمك وأمنا حاجة جدا كمان. هي نفحة النشاطة في مجال التقليد وحقوق الإنسان كتبت عن جلسة الوقت أحد الأنشطة الصحية. عارف إن هي بدأت صبر ولاد أحمد كانت سيدة ولاد مدرسة عمرها 54 أو 55 سنة من اسكندرية. انتقلت من منزل أيام 16 مايو لما تقرر نتجاوز بيتها وتمنع إطلاق سراح الكلمة. يتم عرضها على النيابة المتردد بها في سنة لما عرض النيابة تجديد وتجديد للحاج ولاد. هي بتكمل إن المتواجد معها جمعيات في زنزانة. حتى ولاد معتقلة محبوسة مع جمعيات في زنزانة. أستاذة ولاد هي بعد عرض. ما كانش فيه وسيلة تواصل بين عثمان وبين الحاج ولاد وبين قصة الحاج ولاد مش وصل الناس غير عن طريق عثمان. غير عن طريق الهاشتاج الحرية. عثمان استمر في رسالة رسالة عن طريق الانترنت عن طريق الهاشتاج الحرية. رسالة نشر الوصف كل عام وأنت إلى الله أكبر. كل عام وأنت حلوة. ربنا تقبل منك وبارك ويعرف أمثال حسناتك. ملحوظة النهارده عيد ميلاد ماما. عثمان كتب كده من 20 يوم فات. هاشتاج الحرية لأمي. عثمان كتب أعرف 2 ختموا حفظ القرآن كاملا في المنطقة. وأعرف 7 معتقلين حاليا حافظين كتاب الله كاملا. إنهم الحرية لأمي. قبل العرض الأخير عثمان كتب دعوتين حلوين من بلوك الطيبة لأمي. بكرة عندها ثالث ورابع عرض العرض. ربنا فرج عنها وتخرج تعيد الحرية لأمي. عرض والعرض والنادى والنيابة وخدمة وخدمة. رسالة ورسالة من عثمان لأمه. مفيش تاني. امبارح شيماء بشرى أخت عثمان بنت الحاج ولاد كتبت بعد العرض عنها وبعد التجديد الثاني للحاج ولاد. ممكن كنا رايحين تجديد امبارح واحنا متفقين في اليوم من خلال بيخرجوا نادي بعيد سنة. وأنا ومحمد وشيماء والمطلق نفس اليوم نفس القضية والمحاكمة في القصة. ماما ومحمد كانوا متفائلين جدا عندهم إيمان كبير. بس الحمد لله كشخصنا على هذا الكوكب كان الوقت ضخم. فأخذ من أقضي هذا العيد كمان بدون زوجي وبدون أمي. بدون أن نرتكب أي ضرر في حق أي شخص على مدار حياتنا كلها. فقط لنا رأي آخر في معرفة الاختيارات. ولا سمع تعدل ودخل الدرجة الغريبة اللي احنا بنعرفها عايشين فيها. بس في وسط العقل موت. وفي وسط العقل جت رسالة من الموت عشان تحيا قضية التداول. في وسط العقل في حضن دافئ بين ماما ومحمد. شافتها امبارح شيماء وحكت عنها. وجماعات كتير على قد ماما فرحت بلقاء بعد 4 شهور صدق بينهم مش عارفين يشوفوا بعض. في وسط العقل في كلمات جميلة. وماما ليه؟ بتثبتني ليه؟ حتى وجات بتثبت شيماء. بتصبرني وتهون عليا وتفكرني بالله وهوان الدنيا والعمل الآخر. في وسط العقل في إنسان رائع من الله علي به من فضل. محمد دي شيماء
أمسك بيدي لا يترك محمول ساعتين ويقول راسما بحديثه أجمل لو حد أقول فيه وقال ساعتين هو اللي في إيدي حساب بسيط هو اللي في إيدي تثبيت كلمات قليلة تثبيت وقوة الحب وسط العقل فيه إنسان رائع لأن الله علي به المفضل محمد بن وسط العقل في عيلة مضحية وداعمة ومهوئة ربنا يبارك فيهم ولا يحرمهم وسط العقل في بنوتة جميلة وضعف مع العلمية المصري شنادة وبنيت رجل وسط العقل فيه حميد متبرعين بس بالقضاء ثم حقا القلوب المؤمنين لا يعلم من الناس لكن الله يعلم شباب الكتاب وسط العقل فيه شرع عمود واحد بس وسط العقل دايما حتى فيه شرع حتى ولاد اسمه مخيمة هاشتاج اسم الحرية رسالة من عثمان وعرض النيابة عيد ورعيد يعدي وحتى ولاد مازالت في السجن عيد ورعيد حتى ولاد مازالت في السجن مازالت محبوسة بتهمة غير خطر على مصر حتى ولاد اللي بالإيمان واليقين والثبات وحب الوطن ده محبوسة مازالت لأنها خطر على مصر حتى ولاد أمي وأم عثمان وأم أي شاب نزل في يوم من الأيام بيحلم بالحرية في الشارع واعتبروها خطر على مصر وتجددوها بدون أي سبب ولا أي مبرر. عثمان بعد كده كتيرة جدا على الهاشتاج بتاعه وجود ودموع وألم النهارده بيبعت رسالة صور مش بيبعتها للمنظمات الطبية ولا بتاخدها ولا أي حد في الدنيا. أنا ببعتها لك أنت وببعتها لك أنت وببعتها لأي حد قادرين يتكلموا ويقولوا إن في واحدة اسمها حتى ولاد تبقى كتاب حرية حاجة ولاد وببعتها لكل أم تقدر تحس إن حتى ولاد حسن إن أكيد رسالة عثمان بشر ابن حتى ولاد أحمد كلام المنتقل في سجن القدس. الست اللي وقت السجن ده محلول بزور أمي اللي اتكلمت عنه المحلول المصري وحكت قصة حضارها لما حضرت معاها عقد النيابة واللي حصل مع وكيل النيابة وطريقة تجديد الحبس عشان تقضي العيد التاني ليها جوه السجن. أم الست الكبيرة دي ربة منزل عندها 55 سنة بتحب بلدها وأهلها وكل الناس وبتغير عليهم قوي وعلى حقوقهم جدا. هم اعتقلوها من البيت يوم الجمعة 16/5 بطريقة بشعة لما جت قواتنا من الشرطة العسكرية واقتحموا البيت ولقوها هي وأختي وجوز أختي في البيت. أختي وجوز أختي اللي لسه كانوا واصلين من سفرهم من القاهرة طبعا دخلوا في البيت وفتشوه وكان البيت مليان وكأن البيت مليان أسلحة عشانة وأسلحة ثقيلة. أختي ليها طفلين واحدة رضيعة وطفل عنده 3 سنين. قرروا إن هم يعتقلوهم ويعتقلوا كل اللي في البيت وينزلوا ويسيبوا الأطفال دول في البيت لوحدهم. وبعدين كنا ندخل منهم بصراحة إنهم سابوا الأطفال عند البيت. وطبعا قبل ما ينزلوا واخدين البيت كله بعملية سرقوا كل حاجة. سرقوا كل اللي يقدروا عليه أجهزة لابتوب وكاميرات وحتى العربية بتاعتنا. طبعا نزلوا من البيت بأمي وأختي وجوزها وأخدوهم على اسم الأرض وعملوا مع كل واحد تحقيق وهم منضمين عليه حسب الله يعلم. الحمد لله بعد كده قدروا يخرجوا أختي عشان الأطفال سايبينهم في البيت. وبعدين أدخلوا أمي وجوز أختي على السجون. بعد كده كانت التهمة الموجودة ليهم بعد كده كانت غريبة. طبعا غريبة وأنتم معلمين على الإرهابية وإنهم خطر على الأمن العام. الست الكبيرة دي واللي بجد بتعاني من التهابات في رجليها وظهرها وهيكون الحرج بقى كويس زي ما وصفت مجنون في القصة بتاعتها. بتهدد إيه بالنسبة ليهم مش فاهم. بتهدد بإيه مش عارف. يعتقلوها ليه
مش عارف. وشفت القدر كده لقوه في البيت وهو ملوش أي علاقة بأي حاجة. كان لسه واصل من الصبح قبلها بساعة. افتحهم للبيت كان حاجة لا توصف. قلنا الحمد لله كان مكالمة واحدة. ليه مكالمة واحدة؟ أول ما اعتقلوها وقالت لي اثبت يا عثمان وخليك جامد. اثبت يا عثمان وخليك جامد. احنا مش هنخاف. تخيلوا هي اللي بتثبتني وبتقويني وبتقول لي وهي تبقى اثبت يا عثمان. بعد فترة جات لي منها رسالة مباشرة. لقيت الرسالة اللي هقولها لك دي رسالها للناس اللي بره كلهم. كل الناس اللي بره عايزة توصل الرسالة دي. طلبتني على الدنيا وفكرت نتحل معاها. وحسيت انها بتقول لي جزء من الحديث صلى الله عليه وسلم لما ذكرته انا والدنيا الا تراكب الاستظل تحت شجره ثم احرق وتعدها. حسيتها بتقول لي اوعى تهتم بالدنيا وتتصلها واوعى تشغلك عن الاخره. حسيتها كمان بتعبر عن اللي جواها لانها مش حاسه بالظالمين ولا ظالمين وبتتعامل مع اللي بيحصل ده بالرغم كده هتعدي ولكن هتكمل باذن الله. بعد كل ده وبعد ما حرمونا من انها تعيد معانا في العيد باخر تمرين اتعمل ليها اول امبارح انا خلاص ما بقتش بطالب بعدل يا عم من السماء. لان اللي احنا فيه ده ابعد حاجه عن العدل. احنا مش عايزين اي حاجه غير ان امي تكون معانا في العيد ده. احنا مش عايزين اي حاجه غير مش عايز منك ومن اي حد قاعد على الانترنت غير انك تكتب عن امي وتطالب بحريتها وتحكي حكايتها وحكايتنا. انا مش عايز اي حاجه غير الحريه لامي. الحريه لحد ولادها. الحريه لام عثمان باشا. الحريه لكل ام في السجن. الحريه لكل مواطن مصري. الحريه لكل شاب كان نفسه في وطن. الحريه للوطن احنا مش قادرين نعيش فيه. الحريه لحد ولادها ده مش مطلب صعب. الحريه لام مش هتقضي العيد ده مع اولادها. العيد ده كل ام وكل ابن هيبقى عارف ان هو خلاص عنده هيذبح خلاص على اللحمه وبعد كده هيرجع البيت فلما تعمل اكل هيتصلوا ويقعدوا مع سوا وهيبقى. لكن في ناس مش هيبقى الحصان لكن للاسف يعني ما بقتش حاجه طبيعيه او حاجه عايش في بلد كل العثمان بشرى قال عليه طول الفتره اللي فاتت هاشتاج صغير هو بس اللي كان بيكتب عنه. وقضيه تقريبا هو بس اللي كان بيتكلم عنها. هي ما كانش ناس كتير ما كانش قيادة سياسية جديدة ولا قيادة سياسية خطيرة ولا حاجة من الحاجات اللي بتطلع تعليمية. لكن عادتهم دي بالنسبة لعثمان كل شيء. هاشتاج حرية خد عليه هتلاقيه موجود على الانترنت. تعرف فيه تفاصيل القضية لكن قبل ما تعرف فيه تفاصيل القضية الأهم هو إن أنت تتكلمي لأن في قضايا في أمهات في السجن في حد مقدمة مش هتقضي العيد طبعا مع أولادها لكن هتقضيها نفس الأبيض مش هتبقى عن ناحية والسجن الحد. ليه؟ كده مثال بدون أي الحرية